يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. بكره ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر اللي هيتلعب في السعوديه بشكل جديد ومكافآت جديده وموضوع مختلف تماما. واللي بسبب كل ده ناس كتير جدا قالت لك الموضوع بيفكرنا شويه بنهائي القرن اللي كان بين النادي الاهلي والزمالك في افريقيا، واللي هو بالنسبه لي بصراحه ربنا مفيش مباراه هتعدي على الواحد زي المباراه دي بصراحه ربنا. حتى لو الاهلي والزمالك اتقابلوا في افريقيا تاني في النهائي ما اعتقدش ان احساسها هيكون نفس احساس المباراه الاولانيه. لكن خليني برضه اقول لك ان ده ما يمنعش ان الكاس المره دي بصراحه متحضر له بشكل كويس جدا وشغالين عليه بشكل كويس جدا. طبعا ده كله غير احتياج الفريقين الشديد جدا للفوز بالكاس، ده اللي بيزود الموضوع حماسية اكتر وتنافس اكتر عشان يخلي الموضوع فعلا فيه شبه من نهائي القرن. النادي الاهلي محتاج جدا الفوز بالكاس عشان اكتر من سبب. اولهم ان في لعيبة كتير محتاجة انها تثبت وجودها وتثبت او تقدم اوراق اعتمادها للجمهور، واكيد مفيش شك ان ده اهم مباراة ممكن يقدم فيها شكل جديد او شعور يدوم لفترات طويله مع الجمهور. واهم اللعيبه دي هو امام عاشور مثلا على سبيل المثال، لو بكره عمل شكل كويس او جاب جول الموضوع هيبقى مختلف لفتره طويله قوي، حتى لو امام كان مستواه سيء شويه في الفتره اللي جايه. طبعا ده شيء اساسي. عندك كمان ان النادي الاهلي محتاج يرد على اداره الزمالك ويقول ان الزمالك يجيب لعيبه يجيب اداره يعمل اللي يعمله، برضه في الاخر احنا النادي الاهلي واحنا هنكسب البطولة مهما الزمالك يعمل. فده شيء أساسي. طبعا ده غير بقى المكافآت المادية الرهيبة اللي معمولة للكاس المرة دي اللي طبعا مش هيختلف عليها الفريقين. أما بقى بالنسبة لنادي الزمالك فأكيد احتياجه أكتر بكتير جدا من النادي الأهلي لأسباب كتيرة جدا يطول شرحها. أهمهم طبعا النقطة المادية. الزمالك في أشد الاحتياج لأي دولار أو جنيه موجود يبقى موجود داخل النادي، ده رقم واحد. رقم اتنين، الإدارة محتاجة تقول إن أنا من ساعة ما جيت تقريبا بعمل المستحيل من لعيبة من مشاكل من بطولات وقدام النادي الأهلي، فده طبعا أمر مهم جدا. غير إن المباراة دي بقى في حد ذاتها بالنسبة لنادي الزمالك هتكون أنا شايفها يعني نقطة فاصلة في اللي جاي. ليه؟ أنت النهاردة لو كسبت النادي الأهلي وقدرت ان انت تاخد بطولة مهمة من النادي الاهلي فده هيترتب عليه حاجات كتيرة جدا في اللي جاي. هيبين ان نادي الزمالك بدأ يفوق وهيدي اللعيبة والفرقة والجهاز الفني وكل الناس اللي شغالة على الكورة هيديهم ثقة في اللي جاي، وهيفرق جدا في اداء الزمالك في الفترات اللي جاية ان شاء الله. والاهم من كل ده بقى بالنسبة لنادي الزمالك اللعيبة اللي جت جديد اللي محتاجة تثبت نفسها قدام فريقها السابق زي عبد الله السعيد وناصر ماهر. عندك بقى الاهم هو جوزيه جوميز، وهو ده الاختبار الحقيقي اللي هيبدأ يخش فيه. يعني انت عندك طبعا كل المباريات اللي فاتت اكيد كل مباراة الزمالك بيلعبها هي مهمة، لكن مفيش مباراة من اللي فات كانت بأهمية المباراة دي. فهو ده الاختبار، وبعد المباراة دي هيبقى التقييم بجد. متهيألي جوزيه جوميز اكتر واحد محتاج المباراة دي واكتر واحد محتاج ان الزمالك يكسب. طيب نقدر نقول مين الاقرب في مباراة بكرة؟ انا من وجهة نظري ولي اسبابي الاقرب هو نادي الزمالك. طيب انت بتقول كلام وخلاص؟ لا، ما بقولش كلام وخلاص. الاقرب لانه دوافعه اكتر، ومش دوافع الفريق بس، الادارة والجهاز الفني، الصفقات الجديدة اللي جت، اللعيبة القديمة. كل نادي الزمالك محتاج الفوز بالكاس بكره، فاعتقد ان الدوافع اكتر، فبالتالي المفروض انها تنعكس على اداء الفرقه، والمفروض ان نادي الزمالك يكون الاقرب. لكن في الاخر في حاجه اسمها توفيق وفي حاجه اسمها اداء، والاداء ده فيه سلبيات وفيه ايجابيات. طيب خلينا الاول نبدا بسلبيات نادي الزمالك او المشاكل اللي دايما بتكون عند نادي الزمالك. اول السلبيات اللي عايز اتكلم فيها هي سرعات الدفاع مقابلة بسرعات هجوم الأهلي. احنا دايما بيبقى عندنا مشكلة ان الدفاع عندنا بطيء، فعشان كده بيتلعب كور ورا الدفاع عندنا
وده بيسبب مشكله ان كمان المدافع بيرتبك، فممكن يعمل بلنتي، ممكن يشتت بطريقه غلط، الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في الفتره اللي فاتت. طيب ده حله ايه؟ حله حاجتين. اول حاجه ان احنا نقرب الخطوط من بعض، يعني نص الملعب قريب من الدفاع فيبقى فيه زحمه، ما يبقاش فيه اريحيه للعيب بتاع الاهلي انه يجري. دي رقم واحد، ما ادلوش المساحات يعني. دي رقم واحد. رقم اتنين، المدافع لما يجي يدخل على المهاجم يسيب مسافه شويه، ما يقربش قوي، فالمهاجم يبقى سهل عليه ان هو يزق الكره ويجري. فبالتالي انت هتعمل غلط، يعني يا الا هو هيعدي يا الا انت هتخبط فيه او تضربه عشان ما يعديش، فهيعمل فاول في حته خطر او ممكن يبقى ضربه جزاء. فدي اول المشاكل اللي لازم ناخد بالنا منها. مشكله تانية انا بشوفها مهمه جدا جدا، ولو رجعت لاهداف كتيره جدا في مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتوا هتلاقيها بتحصل دايما في كل مباراه. ايه المشكله دي؟ المشكله دي يا سيدي ان نص الملعب عندنا بيسرح. يعني ايه بيسرح؟ النادي الاهلي بيلعب الكوره على الطرف الاول، فيبدا يتوجه عليه نص الملعب بتاعنا، فيسيب ثغره في نص الملعب او على طرف ال 18 كده، فالكره تتلعب بعد كده عند الحته اللي فضيت دي، فيبدا لعيب النادي الاهلي بمنتهى الاريحيه، بمنتهى الثقه وبمنتهى الراحه النفسيه يشوط فتيجي جول. الكره دي اتكررت مع محمد شريف، الكره دي اتكررت مع حسين الشحات، ويبدا الدفاع يفضل يرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا، وهو يشوط بمنتهى منتهى منتهى الاريحيه. فالنقطه دي لازم لما نص الملعب يطلع لازم واحد يجي يقف في مكانه، لازم واحد يجي يقف في المكان اللي بيفضل، لان زي ما بقول لك الكره دي اتكررت في اكتر من مباراه. اخر حاجه عايز اتكلم فيها هي ان النادي الاهلي دايما بيلعب بطريقه لعب ضغط عالي او ضغط متقدم. فانت النهارده لما بتفضل تباصي كتير واللعيبه واقفه في اماكنها ما بتتحركش بدون كوره، هتلاقي ان في اخطاء وفي مشاكل بتحصل. فلازم اللعيبه بكره خاصه لو هتفضل تباصي من الدفاع عشان تبني هجمه، فمع النادي الاهلي لازم اللعيبه تتحرك بدون كوره بشكل مستمر، ما تبصيش الكوره وتقف عشان ما يحصلش مشاكل في الدفاع وما يحصلش مشكله فتقلب عليك بهجمه عكسيه. طيب انت عشان بقى تقدر تسيطر على المباراه ويكون ليك الافضليه في الاداء طول الماتش، لازم تموت لعب النادي الاهلي. طيب انت تعمل كده ازاي؟ تعمل كده يا سيدي لما توقف لعب 2 لعيبه هم محور اساسي في صناعه لعب النادي الاهلي. مين الاثنين دول؟ امام عاشور وعلي معلول. امام عاشور تقريبا هو اهم لاعب دلوقتي في النادي الاهلي، فانت لازم تحط معاه لصيق، مش هقول لك يعني مان تو مان، بس واحد لازم يراقبه طول الوقت، ما ينفعش ان هو يهرب منه، لان ممكن في الوقت اللي هيهرب منه ده هيكون هدف للنادي الاهلي. الحاجه الثانيه هو علي معلول. هروب علي معلول وان هو ياخد راحته على الجنب الشمال ده هيشكل مشكله كبيره جدا، لان علي معلول صحيح كبر وما بقاش بيجري، لكن في الاخر يبقى هو علي معلول وصناعته للاهداف بشكل جوهري. فما ينفعش ان انت تديله الفرصه دي وان انت تخليه يلعب باريحيه ويجي عندنا في منطقتنا ويبدا ان هو يشتغل على الاشكال الهجوميه او المناطق الهجوميه. طيب ده بالنسبه للدفاع ونص الملعب. في حاجه بقى مهمه جدا جدا هتخليك تمسك الملعب بشكل كبير وتقدر ان انت تجيب اجوال كمان. ايه هي؟ الضغط على الناس اللي بتغلط في النادي الاهلي. في 3 في النادي الاهلي ممكن يكونوا مفتاحك للاهداف الكتير. مين هم ال3 دول؟ اول واحد مروان عطيه. مروان عطيه واحد من الناس اللي لما بتلف وتلعب بوشها بيبقى خطر جدا، فلازم مروان عطيه اول ما يستلم واحد ينزل عليه وهو لسه بظهره. فلما بيحصل معاه كده مروان عطيه بنسبه كبيره جدا بيغلط، بيرجع عليه المدافع والمدافع هيسبب له ارتباك، فانت ممكن تكسب كور كتيره جدا من الكره دي، وحصلت في اكتر من مباراه. فانت مروان عطيه لو لف هيسبب لك مشكله، فمن الصح ومن المفروض ان مروان عطيه وهو بظهره انت تنزل عليه فهتسبب له ارتباك، فهيباصي الكره بشكل خاطئ بنسبه كبيره جدا. اللاعب الثاني محمد عبد المنعم. لما مروان عطيه هيباصيها بنسبه كبيره جدا هيباصيها لعبد المنعم، وعبد المنعم لعيب مدافع متكامل تقريبا، فعنده ثقه في نفسه بزياده شويه، فهيبدا يفكر ان هو يقف على الكوره او ان هو يطلع بالكوره كمان. وهنا مهم جدا انك تبقى عارف ان محمد عبد المنعم هيعمل كده،
فتبدا تضغط عليه، ومن هنا برضو هيسبب اخطاء، لان زي ما بقول لك عبد المنعم لعيب عنده ثقه زياده شويه، فده هيخليه ان هو يغلط. وطبعا عبد المنعم اخر مدافع، فاعتقد ان انت بعد كده ما قدامكش غير مصطفى شوبير. اخر لاعب من النادي الاهلي هو علي معلول، وانا شايف ان دي اهم نقطه. ليه اهم نقطه؟ لان قوه الزمالك في الحته دي. الزمالك في اخر المباريات اللي لعبها قدام الاهلي، مش عايز اقول لك ان تقريبا كل الاجوال اللي جابها من ناحيه اليمين بالنسبه لنادي الزمالك، اللي هي الشمال للنادي الاهلي اللي هو علي معلول. لو انت بصيت في كل الكرات اللي جه منها اهداف في المباريات بين الاهلي والزمالك اللي فاتت، هتلاقي اغلب الاهداف من الناحيه دي. الجول بتاع الكاس بتاع الجزيري لما لعبها لزيزو كان من ناحيه اليمين. الكوره بتاعه شيكا لما رفعها لبن شرقي وحطها بالهيد كانت من ناحيه اليمين. عندك الكوره اللي غلط فيها علي معلول واستلمها شيكا وحطها برضو كانت غلط علي معلول. فاقصد اقول لك ان دي ثغره مهمه جدا، وفي نفس الوقت هي قوه عند النادي الزمالك. يعني الحته دي بيلعب فيها شيكابالا، بيلعب فيها زيزو، موجود فيها عمر جابر، بيميل لها ممكن ناصر ماهر لو هيلعب. يعني انت تقدر تستغل الموضوع ده بمنتهى البساطه. الحته الهجوميه بقى، وانا شايف ان ممكن ما يبقاش فيها كلام كتير، لكن اهم ما في الموضوع هو التحرك من غير كوره. اهم ما في الموضوع هو التحرك من غير كوره. شفنا ده في الجول بتاع ناصر منسي في كونفدراليه، وشفنا ده في هدف عمر جابر في الدوري. فاعتقد ان مش محتاج اتكلم عن النقطه دي، ان انت تهرب ما بين المدافعين من ورا المدافعين والكره تتلعب. اعتقد هي هدف بنسبه كبيره جدا. ليه؟ لان المدافع بيبقى مركز مع الوينج والمهاجم، فلما بيطلع من وراه الباك او واحد من المدافعين فالموضوع بيختلف. طيب خليني اقول لك ان ده برضو عامل كبير جدا 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 عليه، هو تحرك الوينجات. يعني الجول اللي جابه عمر جابر، زيزو كان ليه فيه نسبه كبيره جدا هو تحركه، وان هو خرج لبره فخد معاه الاثنين مدافعين ففضى عمر جابر فشاطها بشكل كويس. فده مهم جدا زي ما بقول لك، التحرك من غير كوره. والنقطه اللي كنت اتكلمت فيها قبل كده، ان لازم اللي واقف بالكوره يظبط التوقيت بالملي مع اللي بيجري. يعني هو مش يجري وبعد كده انت تروح لاعبها له ويبقى اوف سايد، او ان انت تلعبها له بدري فتطول عليه. لا، هو نفس التوقيت. ده مهم جدا ان احنا نظبط اللحظه اللي بيجري فيها مع الباصه. ده هيفرق كتير جدا جدا في هجوم نادي الزمالك. طيب عايز اقول لك برضو ان مهم جدا ان انت تشكل في الهجوم على النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعمل تكتل هايل لكن اطرافه ضعيفه. فانت عندك احمد سيد زيزو ناحيه اليمين، وعندك مصطفى شلبي في الاغلب على الشمال، هيلعب على محمد هاني وهيلعب على علي معلول. وانا شايف ان الافضليه في الاثنين لينا احنا، لكن لازم تستخدم الاوفرات. وانا اعتقد ان زيزو بيعمل الكره دي حلوه قوي، فبالتالي لازم نعمل تكتل داخل منطقه الجزاء. طيب ده نعمله ازاي؟ ان الكوره لما تبقى ناحيه اليمين لازم الوينج يلعب كمهاجم تاني، لازم يخش، لازم يضم لجوه. شغل بقى ان انا افضل على الخط وافضل مستني لما الكره تتقطع وتجيلي، لا خلاص، لازم نعمل تكتل جوه منطقه الجزاء. وده كمان ممكن يسبب اخطاء، فممكن يجي لك منها ضربه جزاء. فمهم ان انت تستغل كل اسلحتك في مباراه النادي الزمالك قدام النادي الاهلي. كمان مهم جدا ان انت ما تبداش بشيكابالا وعبد الله السعيد مع بعض في بدايه المباراه. ليه؟ لان انا شايف ان انت محتاج ناس تقدر تدافع بشكل كبير برضه. يعني هو زي ما بقول لك احنا لازم نكون قريبين من بعض. ما ينفعش يبقى واحد ما بيدافعش موجود في الملعب، ما ينفعش. فانا وجهة نظري ان انت تخلي شيكابالا على الخط للشوط الثاني، ينزل يغير لك شويه من شكل المباراه وممكن يقف على الكوره بشكل كبير. فانا شايف ان انت تبدا الاول كوينج بزيزو. الحاجه الثانيه انا شايف ان احنا لازم نبدا بعواد. ليه؟ لان عواد خبره اكتر شويه. وغير كده محمد صبحي كان عنده مشكله مع النادي الاهلي في ماتش الاربعه، وكان شكله مش احسن حاجه يعني، وكلنا شفنا الكلام ده. فممكن يبقى نازل اصلا مهزوز مغلوب نفسيا، فملوش لازمه ان انت تعمل مخاطره بالموضوع ده خالص. فانا شايف ان عواد هو الانسب لمباراه الاهلي. وطبعا ارجع واقول لك تاني ان الاهم من كل الكلام اللي انا قلته ده هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى قبل اي شيء. فطبعا تمنياتي للزمالك ان هو ان شاء الله
بكره باذن الله شيكابالا يرقص بالكاس ان شاء الله، ان شاء الله هيحصل كده. وطبعا تمنياتي للزمالك في كل مباراه بيلعبها ان هو يفوز، حتى لو مباراه على فكره في دوره رمضانيه. انا طبعا بعشق الزمالك واتمنى ان الزمالك يفوز في كل مبارياته، فان شاء الله باذن الله بكره نعمل فيديو احتفال بالكاس. سلام.